السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وبصحة جيدة، وترحب بكم مرة أخرى في قناة شهوة مغربية اقتصادية وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم كفتة ديال السردين اللي تتوجد لنا بسرعة وتتجي لذيذة، وخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش، عافاكم لي لايكات جزاكم الله كل خير. نبداو على بركه الله. تنغسلو السردين ديالنا بهذا الشكل، تنحاولوا نقيوه ما نخليوش فيه داك الشوك كما تلاحظوا. تنحاولوا نقيوه جيدا داك الشوك الرقيق، وتنستقطروه. بعد ما تنغسلو تنستقطروه وتنطحنوه في الهشوار. صدقوني هاد الكفته ديال السردين تجي رائعه جدا ولذيذه لذيذه لذيذه ما شاء الله. نقطعوا واحد البصله صغيره متوسطه عفوا على حساب الكميه اللي عندكم د السردين. انا هنايا بالنسبه لي كيلو السردين تنقطع عليه بصله متوسطه، وتنضيف التوابل اللي فيهم الملحه من طبيعه الحال. دائما تنقول لكم على حساب الكميه اللي غتستعملوا. شويه د الكمون، شويه د البزار، فلفل اسود، شويه ديال التوابل ديال السمك ديال السمك، شويه توابل ديال الحوت. هنا نص معلقه صغيره من التوابل كلها اللي ذكرت معكم. شويه التحميره معلقه صغيره، وشويه الخرقوم نص معلقه صغيره د الخرقوم، وزيت 2 معالق ديال الزيت بطبيعه الحال، زيت الزيتون مخلطه مع زيت المائده واحد المعلقه تقريبا، وطريف الحامض مخلل مصير. ما كانش عندكم تتعصروا واحد الحامضه، وشويه د معدنوس، شويه د الربيع، وفصوص ديال الثومه، واحد 3 الفصوص او 4 الفصوص ديال الثومه. وهنا تنزيد تنضيف شويه ديال التوابل ديال السمك. كنتوفرين ما كانش متوفرين نستغناو عليهم. الا كان عندكم شويه د القزبر مطحون نضيفوا شي شويه، واحد نص معلقه صغيره، وراس معلقه ديال توابل الكفته. وبالنسبه للتوابل ديال الكفته او التوابل ديال السمك الا ما كانش متوفرين عندكم استغناو عليهم. انا هي متوفرين عندي في المنزل واستعملتهم. بعد ما تنطحن الكفته ديال السمك ديال السردين تنجمعها بيدي بحال هذاك الشكل اللي وريتكم في الصوره، وتندوز نقليها. تنضيف نقله فيها شويه الزيت وتنقليها بهذا الشكل. يمكن لكم الا مبغيتوهاش مقليه دهنوا لاطه الفران وستفوها فيها ودخلوها للفران. بعد ما تنقليها ترفق معها الخضر او رفقوا معها شليضات. وهذا هو الطبق ديالنا اللي تيجي رائع جدا. وحتى هنا وصلنا لنهايه الفيديو. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش لي لايكات وبارطاج مع الاحباب الاصدقاء فضلا وليس امرا. واكيد الى عجبكم المحتوى ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء، الى الفيديو المقبل ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. الى الفيديو المقبل بحول الله.